أجازة منتظرة لهؤلاء العاملين بالدولة المصرية وهؤلاء محرومين منها. إليكم التفاصيل. يبحث العديد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة خلال هذه الفترة الحالية على موعد أجازة 25 يناير 2024. ومن خلال موقعنا الإخباري هذا، وبناء عن توجيهات أيضا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لقد أعلن السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخرا على الموعد أجازة 25 يناير للجهاز الإداري بالدولة والعاملين بكافة الجهات في الدولة المصرية خلال هذه الفترة الحالية، لتبدأ بداية من يوم الخميس 25 يناير 2024 لكافة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة في مصر. وهناك بعض الفئات الذين أيضا لم يستمتعون بهذه الأجازة ومحرومين من هذه الأجازة بناء عن قانون الخدمة المدنية الذي ينص على بعض الفئات لابد أن يكونوا مواصلين العمل في أيام الأجازات الرسمية. وإن هناك 25 يناير أجازة رسمية مدفوعة الأجر، وإن العاملين الذين يعملون في نفس اليوم الأجازة فإنهم يأخذون اليوم بيومين أجرا خلال هذه الفترة الحالية. ونتابع أيضا الفئات التي هي محرومة من أجازة 25 يناير، هما رجال الشرطة ورجال الأطباء والصيادلة الذين هم يعملون في الطوارئ كمستشفيات الطوارئ، وسائقين سيارات الإسعاف، وسائقين سيارات الإطفاء، وأيضا الإنقاذ النهري. وهناك بعض الفئات الأخرى الذين هم رجال المرور الذين يقفوا في تنظيم الطرقات. وقد هؤلاء الذين يواصلوا عملهم ليلا مع نهارا من أجل استقرار وأمن الوطن المصري. أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.